السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم فكرة ديال كيفاش تستغلوا يعني الخنشة ديال الدقيق، تحولوها يعني لطابي زوين بشكل سهل يعني وبطريقة يعني سهلة بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا أنا بديت باش نستغل الوقت. نوريكم غير الشكل ديالها كيف ما كيف كيجي. ما كتشوفوا معايا كيعطي الشكل ديالها زوين بزاف بحال الشكل ديال الهوتلي. كنتمنى ان شاء الله ان هذه الفكره هذه تنال الاعجاب ديالكم، وغنخليكم دابا مع الطريقه. اول حاجه غنحتاجو اخواتي هي الصوف. بالنسبه لي انا هنايا غنستعمل هذا الصوف الغليظه هذه، ممكن تلقاوها يعني في المحلات ديال بيع لوازم الخياطه. انا هنايا بزاف ديال الاخوات يعني كيقولوا لي نعطيهم الكميه يعني ديال الحاجه باش خدمت او الثمن ديالها. بالنسبه لي هنايا خدمت بنص كيلو، هذه كتباع بالكيلو. خدمت هنا بنص كيلو ديال الصوفه كحله وهذا اللون هذا. تقريبا خديتها ب 30 درهم. ممكن الاخوات اللي ما لقاوهاش يعني يخدموا بهذه الصوفه الرقيقه. غنوريكم دابا ان شاء الله الطريقه باش غادي نقادو بحال هذا الشكل هذا ديال هاد الكرات. غنخدموهم بواحد الطريقه يعني اللي تسهل علينا الخدمه وما نحتاجوش اننا نقادو كل وحده بوحدها. غادي ناخذ واحد المجموعه ديال الخيوط. بالنسبه لي هنايا انا خديت تقريبا 24 خيط على هذا الشكل هذا. كتقطعوهم يعني قد بعضياتهم وكتجمعوهم بهذه الطريقه هذه. غادي نجيبو خيط واحد اخر وغادي نبداو نعقدوهم بهذا الشكل هذا. كنخليو واحد شويه ديال ليسباس ما بيناتهم وكنعاودو نديرو عقده اخرى. يعني كتبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كتكملوا يعني الخيوط كامله وكتكملوا الكميه اللي عندكم كامله. من بعد كتقطعوهم بهذا الشكل هذا، تجيو على هذا الشكل. كتاخذوا كل وحده بوحدها وكتقادوها هكا بالشكل هذا. كتجيبوا المقص يعني كتحاولوا تقادوها من الفوق بهذا الشكل، يعني باش يكونوا الخيوط كلهم مقادين في الشكل. من بعد ما كتكملوا الكميه كلها كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي هنا ديجا مقاداهم. غادي نبداو ان شاء الله دابا بالعمل. انا هنايا بديت الخدمه باش ما ناخذش الوقت، ما تاخذش ليا الوقت بزاف. كنحتاجوا البيستولي وكنحتاجوا الكولا. بالنسبه للاخوات يعني اللي ما عندهمش البيستولي فممكن انهم ياخذوا يعني ابره غليظه وتاخذوها ديروها في البرا بحال هذا الشكل هذا، ومن بعد تحاولوا تنبتوها بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا هنايا. بعد ملي كتخرجوها كتعقدوا يعني عقده ولا جوج كما كتشوفوا معايا. كتعقدوها بهذا الشكل ولكن كتبقى اسرع يعني الكولا الا خدمتوا بها كتبقى وسيله اسرع باش تساليوها دغيا. انا هنايا يعني درت هذا الديكور هذا بشكل عشوائي، ممكن ديروا اي شكل عجبكم. بالنسبه لمجموعه ديال الاخوات يعني كيسالوني على هاد الكولا ديال البيستولي واش كتحيد بالماء. فهي ما كتحيدش، غير هو ضروري ان قبل ما تستعملوها تخليوها تسخن مزيان في البيستولي عاد تخدموا بها، حيت الا خدمتوا بها وهي بارده كتولي دغيا كتحيد من هذاك الشيء اللي لصقتوه بها دغيا. وحتى في الماء الا استعملتوا الماء غادي تحل لكم. لذلك من الاحسن انكم تخليو البيستولي حتى يسخن مزيان وتستعملوها وما تخافوا والو، يعني راه ما كتحيد.
كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي هنايا بعد ما قربت نسالي، دابا غادي نقطع الخنشه من هنايا، عاد غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا. غادي نحاول نطويها باش تجيني مقاده. دابا من بعد ما سديتها، عاد غادي نكمل هاد البلايص اللي بقاو ليا. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي، فكيجي الشكل ديالها النهائي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تكون هذه الفكره نالت الاعجاب ديالكم وطبقوها، فهي كتجي زوينه بزاف. كنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.